السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم مجينات مغربية، مجينات معروفة في المغرب. هنا عندي الدجاج، انا فرحنا شوية الدجاج هانتوما خيضات كيتسبح. شوفوا معايا هانتوما درت معاه غير بديت نصور وكنبان لي بديت كتصور هي، ولكن قلت ما فيها باس نقول لكم اشنو درت. دابا درت البصله خلطتها مزيان شويه ماشي بزاف لان صغيره كتذوب، ودرت شويه تاع سكينجبير، شويه الملحه، شويه البزار، خرقوم، عود. صافي هي كنت بالمطيشه، انا ما لقيت راسي ما عنديش مطيشه، غندير غير واحد الصوص ديال المطيشه هي. صافي هذه غنستعملها يعني نعد نكفي بها وصافي. هادشي اللي كاين. ونخلي هادشي كيتخلى مزيان ونحطو له القامه. كتشحر ليا الدجاج ديالي مزيان. ودابا كيف شفتوا معايا ها هو تخلى مزيان الدجاج ديالي تدمر، خلى مزيان الربيع من بعد غادي نزيدو. دابا غادي نروّر ديك القياس اللي غيطيب ليا الدجاج. القياس صافي ما تكلفوش القياس غيطيب فيه الدجاج باش يجيكم الدجاج ديالكم مدغمر ويزيد واحد البنه. حافظي على ديك البنه ديالو، ما تمشيش تكدير في لاصوص الا كان لاصوص كثيره. صافي جبت لكم هذا الرون ديالنا قياس. هانتوما القياس اللي غيطيب لي فيه تقريبا، ماشي بزاف وماشي قليل، يعني واخا يطيب فيه غيبقى محافظ على ديك اللذه ديالو. صافي نصبر على الدجاج يطيب. كيقولوا على العرين قال يد وحده ما تصفق. صافي البنات، هذه هي الجيمات ديالنا. حنا راني غسلتها مزيان الماء سخون او الماء بارد ما عندكش مشكل. دابا انا درت الماء سخون صافي غنخليها تسقطر، نصفيها. صفيها باش نخليها تسقطر هنايا. الا غسلتيها اولا فورتيها كتجي كتفرتت، الا خليتيها هكاك تقدر تلصق. هاد الطريقه ديال الغسيل راه كتجي ساهله. راه حيدت الدجاج هنا، حيدت الدجاج ديالي ها هو هي اللي طاب حيدتو هنا. دابا غنرمي هاد الجينات البخار. شفتيكم بيد وحده راه ما كتصفقش. شريت الربيع ما عنديش مخبوط، عندي انا مقطع. الا كان عندكم مقبط ديروا احسن. دابا نخليوها طيب. الا كانت عندك الكوكوط ما تلصقش سدي عليها، كانت عندك الكوكوط وخديتها تلصق ليك خليها، بقيت تحركي مره حتى طيب.
هاد الجيمات راها زوينه، هادي راه جبتها من المغرب. هادي هنا ما كايناش، ما تلقايهاش، تلقاي كلشي المعجنات الا سبحان الله هاد الجيمات ما كتلقايهاش هنايا. خليها حتى طيب ونرجع معكم ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي كيفاش جات. دائما نبقاو في التحريك الا شفتوها باقا ما طابتش، شفتوها وكذا باقا قاصحه وتشربات من الماء قصحتوها بحال هكا، زيدوها الماء، زيدوها شي كاس ولا جوج الماء، خلوها طيب تطيب عاد على خاطرها، عاد خلوها تشرب. هنا هي طابت الجيمات ديالنا، نزيدو شويه السمن، عندي انا راه مجهد صافي، ونخلوها تشرب مزيان، متبقاش فيها هاد الماء، ونرجع معكم ان شاء الله في التقديم. من ضروري تذوقوا باش تشوفوها قصح، ذوقوا. هاي لقيتها باقا قاصحه، زيدوها طيابوا الماء، خليتوها طابت صافي، شربوها وخلوها طفوا عليها وخلوها تشرب صافي. دابا انا نطفي عليها نخليها تشرب شويه، نغطيها نخليها تشرب واحد شويه ونرجع معكم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الانجيمات ديالنا. كما كتشوفوا معايا راها كتجي زوينه وسهله بزاف. اللي بغى يديرها راه في وجبات العشاء ولا الغدا ولا اللي بغى يدير. انا هنايا وجدتها للغدا، يعني شاوتي فيها لصات الغدا. الدجاج محمر يا سلام، انا طيبته حطيته خليته عريان باش بدا يتحمر ليا. هذا هو السر، الا بغيتي الدجاج يتحمر ليك تبقاي تخليه عريان ملي طيبيه. هذا سر من الاسرار النجاح ديال الدجاج. الا بغيتيه حمار ايوا تبارك الله جات بزاله 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 كما كتشوفوا معايا هنايا. هانتم شوفوا تبارك الله كتجي لذيذه يا سلام يا سلام. ايوا هذا هو الفيديو ديالي، وهذه هي الانجيمات ديالنا. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من التعليق ديالكم الزوينين، واللي ما مشتركاش معايا في القناه تشترك وتفعل الزر ديال الجرس باش يبقى يوصلها اي جديد كنحطوه. وما بقى ليا غير نودعكم ونقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وشي جديد ان شاء الله، ومع السلامه.